هلو ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي 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 بجد، وانا عارفه ان انا بغيب كتير وبقطع كتير، بس كله عشان سليم، يعني ربنا يبارك لي فيه يا رب. النهارده بقى جايه اتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا. انا ليه ولادتي قلبت من طبيعي القيصري، وايه هي تجربتي مع الولاده القيصري، وتعملي ايه عشان ان شاء الله باذن الله تولدي طبيعي لو انت عايزه تولدي طبيعي، وبرده عشان لو انت هتولدي قيصري تبقي عارفه انت داخله على ايه. بس قبل ما تبتدي الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد، وكومنت حلو كده يشجعني. اول حاجه، انا كنت متابعه مع دكتور. الدكتور ده مشهور جدا 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 في يعني على النت وعلى السوشيال ميديا وفي المنطقة، يعني اللي أنا فيها أو قريبة منها. فالدكتور ده كان عنده عدد ناس مهول، يعني أنا كنت بروح أقعد أنتظر يعني بيبقى في فوق ال70، بقعد أنتظر كتير جدا عقبال ما بخش له. فبس هو كممتاز، هو دكتور ممتاز جدا جدا جدا، من يعني بجد كان كلمته بالنسبة لي ثقة، لأن أنا اتعاملت مع دكاترة قبليه 2 أو 3. لا لا يعني بجد، وهحكي لكم تجربتي مع الدكاترة اللي انا اتعاملت معاها، وايه اللي حصل لي برضو في الحمل، وايه تجربتي مع الحمل، بس ده في فيديو تاني. معني نخش بقى في الموضوع. ان الدكتور ده كويس جدا، وكنت متابعة معاه. فجي انا كنت خلاص في اواخر الثامن، لا في نص الثامن كده. قال لي ان انا لا كنت في اواخر الثامن اواخر الثامن، كنت في اواخر الثامن داخله على التاسع. قال لي انتي البيبي قلب نفسه. هو كان الاول في اول الثامن لما رحت كشفته في نص الثامن كان البيبي معدول، والراس تحت والرجل فوق وكل حاجه تمام التمام. بس بقى جيت له في اخر الثامن قال لي لا، ده البيبي قلب نفسه بقى دلوقتي، راسه فوق، راسه من الجنب ورجله من الجنب يعني كده، وهو يعني عامل زي حركة كده. فكان البيبي قلب الوضعية بتاعته، اللي هي وضعية القيصري، مش وضعية الطبيعي، او عامة ما كانش وضعية الطبيعي. احنا كان ممكن ان هو يستخدم وسائل تانية يعملها، او الله اعلم، يعني انا مش هفتي لان انا مش دكتورة. بس اللي انا شفته على النت او اللي انا بحثت عنه كتير، ان هو كان ممكن يقلب البيبي وهو في بطني ويعمل وضع الطبيعي. لو حد يعني حصل معاه كده يا ريت يقول لي هل ده فعلا صح، ولا هو يعني ايه الولادة قلبت لقيصري كنوع من انواع يعني ان انا اولد مع قيصري اسهل له يعني. فانا الصراحة قال لي ان احنا هنكشف يوم السبت. لو البيبي لسه ما عدلش نفسه يبقى احنا كده، هو اداني مهلة اسبوعين وقال لي السبت هنكشف. لو البيبي ما عدلش نفسه احنا خلاص هنخش كده ايه، هنبتدي نحدد قيصري ونخش عمليات يوم الاحد. انا الصراحة بقى ايه، من كتر ما بسمع ان الدكاترة، وفعلا دي حقيقة، ان الدكاترة بتخش في حتة ان قيصري عشان اسهل لها وفلوسه اكتر، وان هما بيستفيدوا اكتر من الطبيعي، والطبيعي تعب بالنسبة لهم وكده. فكنت مقلقة جدا 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 ان هو يبقى من نوع الدكاترة دي، لان من كتر حجم الناس اللي عنده، قلت ان هو بيولد قيصري احسن، مش كل شوية يولد طبيعي ويجري هنا ويجري هنا، وعنده عيادة وكل يوم وفوق 100 بيبقوا عنده، وبيقعد لحد الساعة 2 و3 بالليل. انا قبل كده مروحة عنده الساعة 4 الفجر. ف... فقلت بقى ممكن يكون بسبب انشغاله وبسبب الناس اللي عنده والضغط اللي عنده، وهو كمان ما بيعرفش يرد على التليفون او الواتساب وكده بسرعة. فقلت يبقى هو ده عشان كده هو ما استسهل القيصري وما حاولش معايا، او انا كده كده لسه زي ما بيقولوا بكرية. فبيقولوا البكرية ان هي بتقعد اطول. فقلت لا، يبقى انا كده يعني هو ليه ما ينتظرش عليا لحد اخر التاسع. وبقى خوفني وقال لي لو انت عايزه تنتظري هتكتبي اقرار على نفسك، ان انا هتمضي على اقرار انت وزوجك ان انا قلت لكم ان ما ينفعش الانتظار ومش عارفه ايه، والموضوع خطر و... وتمضوا عليه، وان انتوا قلتوا لا هتنتظروا لحد اخر التاسع. فانا الصراحه يعني قلقت برضو، يعني انا مش عارفه هو مقلقني من البيبي ينزل برجله. ف قلقانه متوتره. طيب هل هو كلامه صح ولا لا؟ ما انا لازم استشير حد تاني. فكنت حددت ميعاد مع دكتور تاني، حد من العيله متابع معاه. قلت ان انا هروح له. كان انا كشفت عنده كان خلاص، يعني هو كان قلت يعني كشفت عنده كان خلاص فاضل لي على الميعاد اللي انا اروح له فيه يومين او 3. وهو كان مديني ان انا لو كشفت السبت الحد هخش ولاده لو البيبي ما قلبش نفسه.
فحجزت مع الدكتور ده، ما كانش فيه ميعاد معاه غير يوم الخميس. فالخميس اللي هو ان انا المفروض الحد ان انا اروح للدكتور، قصدي السبت والحد تبقى ولادتي. وهو بقى ما كانش معاه ميعاد الدكتور اللي هو التاني اللي انا كنت رايحه استشيره يوم الخميس اخر الاسبوع. فقلت مش مشكله، انا كده كده يعني ما فيش حاجه، انا تمام واديني مش بتحرك زي ما هو ما قال، برغم ان في التاسع المفروض اتحرك، بس قلت عشان البيبي برجله وكده فهو عنده حق، فانا مش هتحرك، هفضل زي ما انا وكده وايه، واخاف على نفسي كده واخد فيتاميناتي واهدى كده لحد ما اشوف ايه دنيتي هتمشي ازاي، او هو كلامه صح ولا لا. فحجزت ميعاد مع الدكتور التاني على اساس ان انا اروح له، وايه، وهم كلموني في العياده انتي ميعادك النهارده مش عارفه ايه، قلت لهم لا انا مش جايه وكده. وما روحتش فعلا للدكتور عشان ما يقوليش ما يحددش ميعاد معايا يوم الاحد او يخليني امضي على اقرار او الكلام ده كله، قلت هاجلها لحد ما اشوف استشاره الطبيب التاني. وانا الصراحه كنت خايفه وقلقانه قوي، يعني مش عارفه ان انا هتصرف ازاي، او هو كلامه صح ولا غلط، هل انا في خطر ولا مش في خطر. ما هو برضو الواحد من كتر ما الدكاتره بقت بترمي على طول على القيصري، فبقى قلقان اللي هو ما ممكن يكون بيرميني قيصري وخلاص والبيبي تمام. فانا الصراحه ما كنتش واثقه، ومش عارفه ايه اللي خلاني في الحته دي ما بقاش واثقه، او يمكن زي ما بقول لكم كده القلق والتوتر. فقلت لأ، هروح للدكتور التاني. وانا بنتظر الدكتور التاني يوم الاتنين اللي هو يعني هو كان المفروض هيحدد لي ميعاد ولادة قيصري يوم الحد، وانا المفروض ان انا اختار المستشفى يوم الاتنين. اتفاجئ ان انا اقوم من النوم، انا كنت ده كله كنت في الاسبوع التاني، كنت اخر يوم كان يوم الاتنين ده كان اخر يوم في الاسبوع التاني في التاسع. فانا طبعا بقى مش متوقعه يوم الاثنين الصبح اتفاجئ ان انا في علامات الولاده وطلق وكده. فقلقت هو في ايه، إيه اللي بيحصل لي، وانا كنت يعني ما اعرفش ان ده طلق، بس يعني انا حاسه بوجع غريب، والوجع ده كل شويه بيزيد انا بقى طبعا بسمع ان الطلق بيروح وبيجي وبيسيب ثواني او بيسيب كل شويه الفتره بتقل وكده. فلقيت نفسي بيحصل لي نفس الموضوع، ان الوجع يجي ويهدى شوية ويرجع تاني، ويهدى شوية ويرجع تاني. فانا كان معايا بقى رقم الدكتور، كانت قريبتي دي مدياني رقم الدكتور اللي هي بتتابع معاه اللي انا حجزت معاه، رحت متصله بيه. الو يا دكتور، انا طبعا مش عارفه اوصل للدكتور بتاعي، لان انا مهما اتصل بيه مهما ابعت له واتساب بيرد بعد اسبوع اسبوعين، او ممكن بعد شهر، ويجي يقول لي روحي لو في اي حاله طارئه، وهو كان قايل لي لو اي حاله طارئه روحي على المستشفيات اللي انا بتابع معاها وخليهم هم يتصلوا بيا، هتلاقي النائب بتاعي هناك وهو ايه هيكلمني ويقول لي حالتك ايه بالظبط واستدعي ان انا اجي ولا لا. فانا الصراحه استسهلت، اتصلت بالدكتور اللي انا كنت المفروض رايحه له يوم الخميس. يا دكتور انا في كذا 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 كذا. راح قايل لي طيب خدي 2 بنادول اللي هو الازرق، لو موقفش يبقى يعني خلال ساعتين، لو موقفش يبقى ده طلق حقيقي. فانا رحت واخده 2 بنادول وانتظرت وكده ساعتين، مفيش فايده، ما بيقفش. هو الوجع ما كانش قوي قوي، هو كل شويه بيقوى. فلا ما انتظرت، مفيش وقوف، لقيته هو بيتصل بيا الدكتور، فالو انتي كويسه دلوقتي خلاص الوجع راح ولا لا؟ قلت له لا ما راحش لسه موجود، وبرده يعني بيجي وبيبقى اقوى من الاول، وبيروح وبيرجع بيروح وبيرجع. فراح قايل لي لا يبقى ده طلق حقيقي، طب بصي انا في مستشفى كذا، تعالي لي على هناك نشوف ايه الدنيا ايه وحالتك ايه بالظبط وانتي واصله لايه بالظبط. فانا الصراحه اللي خلاني اروح اكشف عنده، انا كنت ممكن اروح للدكتور التاني اللي انا متابعه معاه من اول حملي، اروح له واتابع معاه واكمل معاه بقى، اروح له المستشفى وكده طوارئ. اللي خلاني ان انا اكمل معاه ان هو حته ان هو يتصل، حته ان هو يعني اول حاجه يرد عليا يقول لي اخد ايه او اعمل ايه، يتصل بيا يطمن انا وصلت لايه وكويسه دلوقتي ولا لا، وان هو مش هيمشي من المستشفى غير لما انا اجي يطمن عليا ويشوفني الدنيا تمام اقدر انتظر ولا لا، وان هو شاكك ان ده طلق طلق حقيقي مش طلق كاذب والكلام ده كله. حسيت ان فيه اهتمام
فده اداني اللي هو ايه، لا ده الدكتور مهتم، بيتصل بيعمل بيسأل. مامتي اتصلت فقفلت الفيديو، فهنكمل بقى. احنا كنا وقفنا لحد فين؟ وقفنا لحد ان انا كان جالي علامات الولادة، وان الدكتور ده فضل يتصل ويطمن ويقول لي طب تعالي المستشفى، انا في المستشفى الفلانية دلوقتي، مش همشي غير لما انت تيجي واطمن عليكي واشوف انك انت دي ولادة ولا ايه، بس هي واضح قوي ان هي ولادة طبيعي. فانا ما كنتش محضره اساسا شنطه المستشفى، كنت اخري حاطه في شنطه المستشفى حاجات البيبي بس. انا ما كنتش حاطه حاجتي، ويعني كنت متوتره، ما انا لسه، انا كنت شايفه نفسي ان انا لسه يعني ده تفكيري اللي هو لا لسه. فطب انا اعمل ايه دلوقتي، اتصرف ازاي؟ كانت اختي عندي، ولسه بقى ما خلصتش باقي الشقه، ما عملتش، مش عارفه في مواعين عايزه تتغسل، غسيل عايز يتظبط، مش عارفه ايه. فده كله كان في دماغي ساعتها عامه، فكنت عماله اجري هنا واروح هنا واعمل هنا واعمل هنا. فكنت ساعتها بقى كل ما يجي الوجع اقعد ارتاح، وبعد كده اول ما يخف اقوم اكمل باقي الحاجه اللي ورايا. فانا عايزه اطمنك، لا حوار الطلق ده لا، بيبقى ما بين الطلق والطلق بيبقى فيه فتره مش كبيره، بس بتقدري انك انت تقومي وتتعاملي عادي. حتى في الطلق في الاول بتقدري انك انت تقومي وتتعاملي عادي، لكن الطلق كل ما المده بتطول كل ما بيبقى اصعب، فما بتقدريش خالص. فدي بتبقى الموضوع، يعني في الاول بيبقى خفيف، فانت بتقدري انك انت يعني تتعاملي عادي، بعد كده بيبقى صعب الصراحه. فانا ساعتها قمت طب اعمل ايه، احط ايه في شنطة المستشفى؟ مسكت بقى طبعا فيديوهات على الانترنت وكده، وقعدت اجيب حاجات، احط كذا، اخد ورق كذا، اعمل كذا، اعمل كذا، اعمل كذا. وده هقوله لكم في فيديو انا حطيت ايه في شنطة المستشفى، وايه اللي استفدت منه وايه اللي رجع معايا، ولا استفدت ولا عملت بيه اي حاجة. بس فروحت المستشفى ساعتها، انا ما كنتش عايزة اخد شنطة الولادة. جوزي قعد يقول لي لا مش هينفع، لازم تاخديها معاكي، ما انا مش هرجع البيت تاني، واروح اجيب الشنطه وبعد كده ارجع بيها، ومكان الدكتور بعيد عن البيت. فقلت له خلاص ماشي، يعني انا قلت ان احنا هنروح نكشف بس، برضو كل اللي في مخيلتي ان ده طلق كاذب، وهروح اكشف بس وارجع، مفيش اي مشكله. فروحت المستشفى والدكتور كشف عليا وكده، وقال لي انتي الرحم عندك بيفتح وكده، بس البيبي آه، مقلوب. قال لي البيبي دلوقتي نازل بالمؤخرة، البيبي راسه فوق وهو نازل بالمؤخرة، فمش هينفع خالص ان انت في ريسك كبير ان انت تولدي طبيعي. قال لي ان ممكن البيبي وهو بينزل يتقسم، او نخش في سكة احنا في غنى عنها، وانت بتولدي طبيعي نعمل طبيعي وقيصري الاتنين مع بعض. قال لي هيبقى في مشكلة وخطر عليكي وعلى البيبي وعلى البيبي اكتر. ساعتها انا قلقت الصراحة، برضو كنت خايفة وقلقانة، وهو اداني حقنتين مسكن عشان انا يعني الالم كان عندي زاد اكتر وما كنتش قادرة اقعد. بس في نفس الوقت عمالة افكر انا عايزة اولد طبيعي، انا كان كل اللي في دماغي انا نفسي اولد طبيعي، مش عايزة اولد قيصري ويبقى فيه جرح وان انا اتعامل مع جرح، لان انا الجرح بتاعي صعب جدا. فما كنتش عارفه اعمل ايه الصراحه، يعني اتصرف ازاي. طب هو ليه ما يقلبش البيبي في بطني؟ بس دي ما كانتش في دماغي قوي، لان انا ما كنتش فكرت فيها قوي، او كان ساعتها ما كانش في دماغي الموضوع. مش عارفه ليه اللي خلاني ما سالتش الدكتور ليه ما قلبش، حضرتك تحاول تقلب البيبي في بطني ويبقى راسه تحت ورجله فوق. بس انا اللي يعني اللي كان في دماغي ان الموضوع ان هو مش هينفع يعمل كده، لان راس البيبي فوق خالص، يعني هو هيقلب قلبه كاملة، فهتبقى صعبة، ممكن ما تنجحش معاه. فبرضو كنت متوترة وما كنتش عارفة يعني اتصرف ساعتها ازاي. فدخلت في يعني انا كان يعتبر عندي طلق والموضوع صعب، وخدت حقنتين مسكن وما عملوش معايا اي حاجة ولا في اي نتيجة. فساعتها كان ما قداميش حل غير ان انا اخش قيصري. فمن الساعة كام، انا كنت جالي الطلق من الساعة 12 الظهر لحد الساعة 11 بالليل وانا الطلق عندي، وكان كل شوية بيصعب ويبقى اصعب واصعب واصعب. وانا مش عارفة، يعني مش عارفة اتصرف او مش عارفة اعمل ايه. انا نفسي اولد طبيعي وحالتي ما تستدعش طبيعي، لازم قيصري. فما كنتش عارفة اتصرف ازاي.
وسبحان الله الدكتور بتاعي الاساسي كان قايل لي هنخش ولاده، هتكشفي السبت هنخش ولاده الحد، انا جالي الطلق الاثنين. يعني سبحان الله بجد يعني. انا قعدت اقول يعني ازاي، برغم ان انا كان الدكتور ده ممتاز جدا، بس مشكلته في حته ان هو ما بيردش بسرعه، في حته ان انا بقعد عنده كتير بنتظر الكلام ده كله. فساعتها ما كانش قدامي حل غير ان انا خلاص ماشي قيصري قيصري بقى، يعني اللي ربنا كاتب لي ده، فالحمد لله خلاص انا قابله. الحمد لله اللي ربنا كاتبه هيكون. وضبوني وظبطت نفسي وظبطوا بقى العمليات والكلام ده كله. وكويس ان جوزي صمم ان هو ياخد شنطة المستشفى معانا، وانا كنت حاطه الاوراق وكل حاجه الحمد لله. برضو ان انا ما نسيتش اي حاجه خالص في شنطه المستشفى، حتى الاوراق الضروريه. ساعتها انا اتصلت باهلي جم وكده، وكانت اختي اساسا قاعده معايا في الفتره دي. اهلي مامتي واخواتي وبابا وكلهم جم. اللي حصل ان انا ساعتها اتعمل لي تحاليل، وفجأة الاقي بيقولوا لي التحاليل فيها مشكلة يا دكتور بسيطة ومش عارفة ايه وكده. كان عندي تجلط في الدم وكده قبل ما اولد، بس الدكتور قال ما فيش مشكلة، يعني هنخش نولدها وكده والدنيا هتبقى تمام ان شاء الله. وفعلا ولدت سليم الحمد لله، ربنا جابهولي بالسلامة وكان جاي بصحة كويسة الحمد لله، ربنا يحفظه لي يا رب. وانا كنت برضو لما خرجت من الولادة كنت كويسة. هقول لكم بقى تجربتي في حتة الولادة، وايه اللي حصل معايا بعد ما ولدت بقى القيصري. انا لما ولدت كنت جسمي كله بيترعش طبعا، والدكتور قال ده طبيعي عشان البنج بيخرج من جسمها. لان انا لما ولدت خليته اداني بنج نصفي، كان اول حاجه بنج كلي لمده معينه. اول ما البيبي ابتدى يخرج انا كان عندي مشكله في حته ان البيبي كانت راسه، والحمد لله الحمد لله، لان ربنا كده عالم اللي يعني اللي كان هيحصل لي لو انا ولدت طبيعي. لان راس البيبي حتى في القيصري كانت صعب في الخروج جدا، كانت صعبة جدا. يعني الدكتور بيقول لي احنا فتحنا اكتر عشان نعرف نخرج راس البيبي، لان راس البيبي كانت مزنوقة فوق، فكانت صعبة ان هي يعني تنزل، ففتحنا فتحة اكبر عشان نعرف نخرجها. فدي كانت ازمة يعني، ودي كانتش هتنفع مع الطبيعي خالص. فربنا كان عالم ايه اللي هيحصل معايا، فهو كتب لي ان انا اولد قيصري ربنا، والحمد لله يعني. وجبت سليم الحمد لله وقمت وكده. اصعب حاجه بقى في الولاده القيصري، محدش قال لي ان انا مش هعرف اضحك. يعني الضحكه دي كانت صعبه 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 صعبه. تضحكي، تعيطي، تكحي، لا لا، يعني انا كنت بحاول اقعد عامله كده، مش قادره. اي كحه ضحكه يعني كلام كان عادي، بس الضحك الكحه اي حاجه صعبه على الجرح قوي قوي. كانت الممرضه تخش عشان الدكتور قال لها ان هي تدوس على الجرح كده جامد عشان تعرف مش عارفه، عشان تعرف الامعاء شغاله او كده. فكانت بتدوس على الجرح، كنت بشيل ايديها، اللي هو كنت بجد بصرخ واقول لها شيلي ايدك، لا ما تحطهاش ما تحطهاش. فهي ما كانتش عارفه تعمل ده، فالدكتور دخل يعمل كده. ورحت انا ساعتها قلت له لا يا دكتور، قالت له ما هي عماله تقول لي لا، كل ما اجي جنبها تقول لي لا وما بترضاش تخليني اعمل كده. فلا قلت له عشان خاطري لا لا، وقال لي طب معلش هحط يعني احط مره وخلاص وهشيل ايدي. حاول، وانا مش قادره استحمل بجد الوجع بتاع الجرح، صعب صعب جدا. ان انا اقوم من على السرير، يعني انا اول حاجه استنيت لما البنج خرج لحد ما خرج من رجلي، لان رجلي ما كنتش حاسه بيها نهائي. أم، عملت مع البيبي سكين تو سكين في العمليات وكده، عشان كنت طالبه يعني اطلبي من الدكتور انك انت عايزه تعملي سكين تو سكين. فانا كان ساعتها البنج بيحاول يخرج، لا لا البنج كان بيحاول ايه، البنج بيخرج من رجلي، يعني اخر حاجه كانت رجلي كانت منمله خالص، فهو البنج خرج من جسمي، قصدي من رجلي، هي عليا. البنج خرج من جسمي. بس ان انا بقى اقوم بقى، المفروض اول قومه لا كانت صعبه. ان انا اقوم دي لا 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 لا، من اصعب الحاجات.
انا قمت بالعافيه. اول حاجه نزلت السرير للاخر عشان اعرف اقوم، حد يسندني. انا ولا قادره حد يسندني ولا قادره امشي خطوه ولا اي حاجه، بس غصب عني ان انا بقى ايه يعني. المفروض تاني يوم انا والده بالليل، فتاني يوم الصبح ان انا امشي وكده. ان انا حته ان انا اقوم عشان امشي مش قادره، مش قادره خالص. انا اخري قمت لبست دي بالعافيه، فكنت بعيط مش قادرة اقوم امشي دي نهائي. لا مش هعرف اعملها. والمفروض ان انا قبل ما امشي من المستشفى ابقى ماشية على رجلي عادي، بس انا ما قدرتش اعمل ده. هتسألوني ليه؟ اقول لكم مش يعني انا ما خدتش البي سي اي ولا التابلوك. خدتش ولا ده ولا ده، كنت مسكنات. انا رفضت ان انا اخد تابلوك وبي سي اي. الدكتور كان ساعتها قال لي تاخدي بي سي اي وكده، طب بلاش التابلوك ناخد بي سي اي وكده، بس انا ما يعني قلت همشي بالمسكنات. ساعتها خدت مسكنات، برضو ما كانش فيه فايدة. الدكتور كتب لي على حقنة مسكن قوي، كان مش فاكرة اسمها ايه. خدتها وكده. الحقنة دي يعني ابتدت تحسني شوية، بس برضو ما كنتش قوي، ما كنتش قادرة ان انا امشي. فساعتها جابولي كرسي، طلبت منهم الكرسي اللي هو العجل ده المتحرك، فجابوهولي ونزلت بيه من المستشفى. بس كان لازم اساسي، هو كان الدكتور قايل لي لازم ان انا امشي. بس ساعتها بقى حركة العربية، برضو العربية واحنا ماشيين كنا ماشيين تاتا تاتا تاتا. لو مطب او اي حاجة، انا حتى المشي تاتا تاتا بالعربية ده كان بيألمني. كان كل اللي في دماغي وانا في العربية ازاي انا يعني ازاي اوصل البيت بسلام من غير وجع، مش عايزة احس بوجع. وازاي هطلع السلم، انا ساكنة في الدور التاني ومفيش اسانسير. ف... فازاي هطلع السلم، ده كان كل اللي في دماغي. والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربنا يسرها كده واداني الصحة اني انا جوزي يسندني وانا اقدر اطلع السلم واحدة واحدة لحد ما وصلت لحد باب الشقة. فانا بجد كانت معجزة يعني. انا حاسة ان الموضوع كان صعب قوي قوي. انا دلوقتي بقالي 4 شهور والدة، بس حاساها كأنها لسه امبارح. اه طبعا مش بنفس احساس اول يوم ولا تاني يوم ولا حتى شهر، بس بس برضو كان الاحساس لحد دلوقتي مؤثر عليا. ما كانش سهل خالص، وان انا اقوم ان انا امسك البيبي او كده لا، كانت صعبة جدا برضو. فبصي انا عايزة اقول لكم برضو حاجة. هي حاجة مش سهلة بس بتتنسي والله، يعني بتتنسي مع الوقت. يعني انا دلوقتي مش بنفس الاحساس اللي انا كنت حاساه في اول يوم وتاني يوم بعد اسبوع او بعد شهر او بعد شهرين. كل ما الوقت بيعدي كل ما الاحساس بيقل ان انت كنت حاسه بيه في الاول خالص. وانا قعدت 3 ايام 4 ايام ما بقدرش يعني، بقوم وبمشي بس ما بقدرش ان انا اعمل حركه كبيره. ما هو طبعا يعني مفتوح 7 طبقات في بطني فما كانتش سهله. بس يعني الحمد لله عدت على خير. حتة الطلق، لا الطلق يا جماعة أنا واحدة يعتبر خدت الطلق بتاع الطبيعي بس مش للآخر، وولدت قيصري فخدت الاتنين يعتبر. لا الطلق مش في الأول. وبرضو يعني أنا خدت الطلق من أوله. وبعد كده مش صعب قوي قوي يعني، هو صعب في الأواخر، في ان هو يتحط لك طلق صناعي او الطلق في الاواخر. لا الطلق في الاواخر في حته ان الراس بتاعت البيبي هتنزل او كده، لا ده اللي صعب. وناس كتير قالوا لي صعبه جدا جدا جدا. بس بس حته الطلق في الاول لا ما تقلقوش منه خالص عادي. وعلى فكره في ناس ولدت طبيعي الطلق كان عندها عادي يعني، مش يعني ما حسيتش بيه قوي غير ساعه الولاده وهي بتولد، ما حسيتش بوجع غير ساعة الولادة وهي بتولد. فمن حالة لحالة بتختلف برضو يعني. بس انا عايزة اطمنكم ان هو بعد كام يوم يومين 3 ويمكن لو ركبتي بي سي اي او تابلوك او الكلام ده تبقي احسن بعد الولادة القيصري. بس انا الصراحة تجربتي مع الولادة القيصري، انا ما بحبش الولادة القيصري. يعني من الاخر انا مش حابة الولادة القيصري. بس
انا يعني ولدت قيصري عشان السبب اللي قلت لكم عليه، فما كان الحمد لله يعني على كل شيء. بس الولاده القيصري يعني لو انتي ما تختارهاش كاوبشن، يعني انتي عندك انك انتي تولدي طبيعي والبيبي تمام وانتي تمام الحمد لله وكل حاجه تمام، لا ما تختاريش القيصري وتقولي لا انا هقول القيصري عشان ابقى مرتاحه. صدقيني صدقيني، القيصري مش حته تبقي مرتاحه، يعني ايه جرح يفضل في بطنك الشكل بتاعه موجود، دي اول حاجه. تاني حاجه، الطبقات السبع طبقات، انت اول اسبوع او اول اسبوعين الطبقه الاولى بتقفل، اول اسبوعين الطبقه الاولى بتقفل، لكن سبع طبقات في بطنك لسه مفتوحين وبيقفلوا لحد 6 شهور او 4 شهور، كل يعني لحد ما تتعافي، يعني بعد 6 شهور او او 4 شهور. فلسه، فالولادة الطبيعي هي بتخش تولد طبيعي. اول يوم بتبقى تعبانة فيه، بس مش بنفس تعب الولادة القيصري، هي بس بتتعب في الطلق في الولادة ذات نفسها، لكن هو تعب يوم زي ما بيقولوا ولا كل يوم. انت في القيصري بتاخدي اسبوع، ممكن اسبوعين، الجرح بيتعافى بعد كام شهر، لكن في الطبيعي انت بتتعبي هو اليوم بتاع الولادة وخلاص على كده، بتطلعي تمام التمام من الولادة. تقدري تمسكي البيبي، تقدري تقومي بمهام بيتك اللي هي مثلا تعملي اكل، تعملي شرب، الكلام ده حاجات بسيطة كده فبتقدري تعمليها. وانا شفت ناس كده، يعني انا مش بتكلم والله اعلم بقى بحالات تانية، بس انا شفت ناس كتير ولدت طبيعي في نفس اليوم قامت تعمل اكل وشرب ومفيش اي مشكلة، لكن القيصري ما بتقدريش طبعا تعملي كده خالص. فانا كان نفسي ربنا الصراحة يكتبها لي طبيعي، بس الحمد لله على كل شيء، انا راضية بكل حاجة ربنا كاتبها. فاذا انتي حالتك تمام وكل حاجة تمام بالنسبة لك انك انتي تولدي طبيعي، بجد 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 والله عن تجربة، لا اولدي طبيعي وما تولديش قيصري. دي نصيحتي ليكوا، يعني ان كنتوا تولدوا طبيعي وما تولدوش قيصري. وربنا يقوم كل الامهات بالسلامة يا رب. وهعمل لكم بقى لو عايزين فيديو، اعمل لكم فيديو عن تاخدي ايه معاكي في المستشفى، برضو هعمل لكم الفيديو ده، وهعمل لكم فيديو برضو ايه الحاجات اللي انا مريت فيها وانا حامل. ولو انتوا عايزين بقى اعمل لكم الفيديو ده ان الحاجات اللي انا مريت بيها وانا حامل، والدكاترة اللي انا رحت لها والدكتورة اللي انا رحت لها وكانت هتوديني في داهية للأسف يعني. وانا بالفيديو ده انا بقول ان انا عندي رعب من اي دكتور حريم، يعني دكتورة ست بجد في النساء او جراحة، يعني الاتنين عشان جربت ده وجربت ده، الاتنين بجد يعني انا وقعت مع ناس زي الفل. فانتوا لو عايزيني اقول لكم في فيديو تجربتي في الحمل وايه اللي حصل لي، هعمل لكم فيديو اقول لكم فيه تجربتي مع الحمل وايه اللي حصل لي وايه اللي حصل مع الدكتورة دي، وتاخدوا بالكم من ايه بالظبط وايه التحليل، ان لو انت عملتيه وانت حامل وطلع بنسبته عالية ده طبيعي في الحمل، عشان ده اللي انا وقعت فيه مع الدكتورة دي. واقول لكم برضو تاخدوا ايه في شنطة المستشفى، واعمل لكم فيديو عن لبس البيبي، ايه الحاجات اللي تجيبيها له، وايه الحاجات اللي فعلا هتستفيدي منها في الاول، وايه الحاجات اللي انت مش هتستفيدي منها. كل الفيديوهات دي هعملها لكم ان شاء الله، بس عايزه بقى منكم كومنتات كده، مش كومنت واحد، عايزه كومنتات كده حلوه تشجعني ان انا اصور، لان التصوير فعلا بياخد وقت كبير قوي، ومع وجود بيبي بقى صعب جدا جدا. بس شجعوني انتوا، طول ما انتوا بتشجعوني بشوف كومنتات كل حلوه كده وبقراها وكده، فبتشجع ان انا اصور تاني وتاني وتالت ورابع. بس كده نكون خلصنا الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه. متنسيش بقى اللايك وكومنت حلو شبهكم، وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.